الزمالك يفوز على المصري بنتيجة 3-0 في ماتش ولا أروع من الزمالك. أداء ونتيجة كانوا ممتازين جدا من الزمالك. العادي والطبيعي لما بيتعمل من المدرب النتيجة بتبان. بلاش فلسفة، بلاش تحط لعيبة في أماكن مش أماكنها، فبتلاقي نتيجة طبيعية وبتلاقي أداء طبيعي. عجبني في الزمالك في الشوط الأول الضغط من قدام اللي دايما الزمالك كان بيطبقه في الماتشات اللي فاتت، وكان بينتج عنها أهداف أو فرص بتتحول لصالح الزمالك. كان الزمالك بيقدر يستغلها سواء عن طريق تسجيل الأهداف أو إن هو يصنع فرص خطيرة. بشوف إن الزمالك المفروض يستغل خوان بزيرة في حتة إن هو فرديا عالي، في إن هو واحد على واحد بيعرف يعدي. يعني في الهدف الثاني اللي سجله عمر جابر، الراجل من كرة على حدود ال 18 أو ما قبل حدود ال 18 بشوية، قدر إن هو ياخد الكرة ويخش بيها في ال 18، والكرة ما مشيتش معاه بس عرف إن هو يستغلها ويدي اسيست لعمر جابر. حاجات زي دي ما بنشوفهاش في لعيبه في الزمالك غير في اتنين، خوان بزيرة وناصر ماهر. بس طبعا عند خوان بزيرة اعلى شويه او شويتين مهاريا كويس. فانا بشوف ان الزمالك المفروض يستغل النقطه دي. اتكلمت برضو في النقطه دي في فيديوهات قبل كده وقلت ان من خصائص الجناح او من الفريق الكبير من المفترض انه يكون متوفر عنده لعيب حريف مهاري قادر ان هو يكسر الخطوط الدفاعيه بمهارته الفرديه، او بمعنى تاني يغربل الدفاعات. ما بقولش ان هو يروح ويسجل اهداف، بس يسهل المهمه على زمايله لما بيكون فيه تكتلات دفاعيه من الفرق اللي بتقابل الزمالك. طيب نيجي للتقييمات. في حراسة المرمى محمد صبحي 5/10، لم يختبر. 5/10 كويس في اللعب او الطلوع بالكرة فياخد 5/10. عمر جابر كان كويس النهارده 6/10، مش عشان جبت هدف فهتروح وانا مضغوط وانا تنتقد عادي. انت كابتن الفريق، معنى انك تروح وتحتفل بالطريقه دي وانك مضغوط معنى كده ان انت ضعيف الشخصيه. الحاجات دي المفروض ما تظهرش على لعيب كبير، الكلام ده يظهر على لعيب صغير، لكن انت لعيب كبير المفروض تتحمل نتيجه ان لما يكون مستواك وحش فطبيعي الناس هتنتقدك. فما كانش ليها لازمه الحركه دي. بنتايك 3/10، حسام عبد المجيد 4/10، احمد ربيع 6/10، كان كويس احسن من الونش، اي حد احسن من الونش فكان كويس النهارده. نبيل عماد دونجا 7/10. نبيل عماد دونجا الى حد الان هو اللي يستحق انه يكون اساسي في مركز 6. عبد الله السعيد 7/10، كان كويس النهارده، كان ممتاز. ناصر ماهر 7/10، لما بتكون فايق الفريق بيكون فايق. ناصر ماهر من اهم اللعيبه في الزمالك ان لم يكن اهمهم. انت لما بتكون فايق الفرقه كلها بتكون فايق. انا بشوف ان انت لما بتكون فايق الفرقه كلها بتكون فايقه. انا بشوف كده. خوان بزيرة 7/10. ادم كايد 0/10. 0/10. جماعه هو وحش، هو ما عندوش يقدم اكتر من كده، ف0/10. حدي الدباغ 4/10، بيتحرك بيروح بيجي. طبعا واحد هيقول لي ده جاب هدف وي يعني احنا اكبر من كده، كرة هدف. التبديلات احمد شريف 0/10، سيء. عمرو ناصر 3/10. عايز تثبت نفسك، بس واحدة انك تثبت نفسك بيبقى محتاج ان انت تدينا ان في امكانيات.
ممكن يجي منك ممكن لا، برضو مفيش حاجه بينت لي ان انت ممكن يكون عندك حاجه، لسه 50-50. عبد الحميد معالي كويس 3/10. احمد فتوح لم يختبر طبعا فخارج التقييم او مفيش تقييم ليه. احمد حمدي كويس 3/10. نتمنى ان الزمالك يسير ويفضل على نفس النهج. الزمالك كان كويس، الزمالك مش اللي خلاني منبهر بالزمالك النهارده النتيجه، لا، اللي خلاني منبهر بالزمالك النهارده ان الزمالك كان كويس في انه ماسك كوره، ان الزمالك ما كانش بيفقد الكوره كتير. المصري انا عمري ما شفتلوش ماتشات بصراحه خلال الموسم ده، فمش عارف هل ده مستواهم ولا لا، بس لو ده مستوى المصري ان ده مستواه فالزمالك لا، تحيه كبيره للزمالك. لكن لو المصري كان سيء النهارده فعشان كده الزمالك ظهر بالشكل الحلو ده، فلا، نتمنى ان الزمالك يفضل على الشكل ده مع فرق هتعرف ترخم وتغتت علينا. نتمنى طبعا ان كل الفرق ما تغتتش اصلا ولا ترخم علينا وتكون زي المصري، انا اتمنى كده طبعا، بس اتمنى لما ان في فرق هتقابلنا هتغتت علينا ان الزمالك يكون ساعتها عنده خطه ان هو يقدر يهاجم او يجاري الفرق دي لما بتتكتل دفاعيا قصادنا او لما بتلعب مثلا علينا هجمات مرتده. يانيك فيريرا النهارده كان كويس فياخد 7/10 وبس كده. سلام.